السلام عليكم، كيف الحال؟ شلونكم؟ ولك والله أنا لا كنت بمشفى ولا لي خبر. أنا لا بلقاء ولا باتصال ولا بشيء. والله إذا حدا متصل ما لي خبر علي حلال من هالتلفونات. أنا سمعت مثلكم. ابن عمي والله أنا ما كان عندي رغبة أطلع خالص. أنا كان بدي الدقيقة اللي تمر أخذ فيها نتيجة عن أولادي. بس كلاشاتهم بس اجريهم، قلت لهم انا ما بدي اطلع، خلوني انا في مشفى خاص، انا بدي ادفع مصاري وبدي اعالج اولادي. لا احنا امنا لك كادر وامنا لك اطباء وامنا لك سكن، بس اطلع. طلعت، قمت دمرت اولادي. انا دمرت اولادي. سبب البتر، هني سبب البتر. انا اصلا امام الله ما بسامحهم، ما بسامحهم امام الله. لان اولادي انا تراجعوا. انا كنت عم بعالجهم بالمشفى عند الدكتور سائر والدكتور فاروق، واخذوا نتيجه معي. الشام كانوا عم يضحكوا علي، بيقولوا لي امورها جيده جيده، طلعت امورها فانصو. جبتها لعند الدكتور سائر، قال لي اجريها منتهيات خالص وطالع ريحتهن. اجينا على تركيا، زاد الوجع وجع. 3 ايام 4 ايام ضلوا من عدا علاج. ورجعنا رحنا يومين، من وصلنا قال يلا على البتر. عرفت علي شلون؟ انا ما كنت رايد اطلع، طلعت غصب عني. انا لما كنت بسوريا، وكل من يجي يصور ويسجل انا يعني كمان كنت موجود. يجوا ياخذوا رايي. مالي خبر انا بشيء، انا مثلي مثلكم، مثلي مثلكم. كلها بس بدها تاجر في اولادي صارت. بس تجاره. ما بيهمهم هني العلاج، بيهمهم التجاره فقط. تجار دم كلها. انا اصلا من الاول ما كنت بدي اطلع من ادلب. انا كنت حاط اولادي في مشفى خاص، ونقلت اولادي على مشفى خاص وبدي اعالجهم. طالعوني غصب عني. انا ما بدي اطلع على مطرح، انا عم اعالج اولادي. طالعوني غصب عني. انا المقادير والظروف واللي هي اللي جابتني انا. علي شلون؟ ليش ما خليتوني انا اعالج اولادي في مشفى خاص؟ انا كنت عم اعالج اولادي وانتم السبب. رحت ضليت اسبوع في تركيا، اولادي تدمروا. هني سبب اصلا. السبب تراجع اولادي الصحي، هني السبب.